السلام عليكم أصدقائي نعود إلى الإعلام القديم ونشرح إليكم شرحا مبسطا عن أهم القنوات التي كانت تبث سابقا في التسعينات والثمانينات والسبعينات. يعني مثلا نجي إلى تلفزيون العراق. قبل تلفزيون العراق كانت هناك قناتين تبث هذه القناتين في الأسود والأبيض، اللي هي قناة 7 وقناة 9، وبعدين صارت البرنامج الأول والبرنامج الثاني، وبعدها انطلق تلفزيون العراق في الملون. تلفزيون الشباب نفس الشيء. قبل تلفزيون الشباب كانت قناة، عنوان القناة اسمها قناة TV2، وبعدها انطلق تلفزيون الشباب من دار السلام في بداية التسعينات. قبل سقوط بغداد والحرب الأخيرة صار يبدي التلفزيون من غير العطل الرسمية. يعني احنا نعرف التلفزيون فقط في العطل الرسمية، مثل أيام جمعة لو مناسبات يبدي، ومن غير المناسبات والعطل الرسمية أيضا قام يبدي التلفزيون. يعني مثلا تلفزيون المرأة من غير العطل الرسمية كان يبدي، ويبدي البث مالته من الساعة 10 الصبح ويستمر لحد الساعة 1 ظهرا. وكان تلفزيون المرأة مختص في المرأة والخياطة والطبخ والطفل. وقبل أن ينتهي البث الساعة 12 يطلع مسلسل عراقي، وبعدها ينتهي التلفزيون. ومو كل الأوقات ينتهي التلفزيون وكل الأيام، يعني إذا مناسبات مهمة مثل مهرجان بابل، احتفالات، يستمر التلفزيون. وإذا ماكو مناسبة ينتهي التلفزيون الساعة 1 الظهر، ويرتبط في البرنامج الكردي وترتبط معه قناة العراق الفضائية. وبعدها يبدأ البث الرسمي لتلفزيون العراق الساعة 2 الظهر، ويستمر لحد الساعة 1 بالليل، أي صباحا. نجي إلى تلفزيون الشباب. تلفزيون الشباب كذلك. تلفزيون الشباب أيضا كان له بث صباحي من غير العطلة الرسمية، اللي هو قناة تلفزيون البث التعليمي. وتلفزيون البث التعليمي يفتتح البث مالته الساعة 10 الصبح ويستمر لحد الساعة 12 ظهرا. وبعد تلفزيون الشباب افتتحت أيضا قناة جديدة اللي هي قناة العراق الفضائية. وأول ما ابتدأ البث في التسعينات، وكان يبدأ البث الساعة 6 مساء، يبتدأ البث الساعة 6 مساء ويستمر لحد الساعة 12 ليلا. وبعدها امتد البث أكثر لقناة العراق الفضائية، وقام يبدي الساعة 3 الظهر ويستمر لحد الساعة 12 بالليل. ووراها أيضا امتد البث أكثر، وأيضا قام يستمر حتى الصباح، ويستمر لحد الساعة 6 صباحا فجرا. وكانت قناة العراق الفضائية مختصة فقط في العراق وفي الشارع العراقي. كانت مختصة في الدراما العراقية، المسلسلات العراقية، المسرحيات العراقية، والأغاني العراقية، منها أغاني السبعينات وأغاني التسعينات الشبابية، وحتى في الأفلام العراقية القديمة. كانت مختصة قناة العراق الفضائية في كل شيء. عذرا انقطعت الكهرباء، بس نستمر إن شاء الله. وكانت قناة العراق الفضائية تقدم مجموعة جميلة ومنوعة من البرامج، منها البرامج الترفيهية والفنية والرياضية والسياسية والدينية، وبرامج الأطفال، وبرامج المرأة، وحتى البرامج الذين كانوا مهاجرين خارج العراق مسافرين، أي برامج الغربة. بعد قناة العراق الفضائية انطلقت أيضا قناة اللي هي قناة سبورت تي في. قناة سبورت تي في هذه القناة
للرياضة، أيضا قناة تهم الرياضة اللي هي قناة سبورت تي في. وبالنسبة إلى تلفزيون الشباب وتلفزيون العراق كان يفتتح بثه في العطل الرسمية في تمام 10:00 صباحا، ويستمر البث حتى 2:00 ليلا أي صباحا. وكان من غير العطل الرسمية يفتتح بث تلفزيون الشباب وتلفزيون العراق في تمام 2:00 ظهرا، ويستمر البث حتى 1:00 صباحا. أرشيف عراقي قديم معي أنا أحمد الخفاجي.